عايزة أقول لك يا عزيزي المشاهد إن الأب بيقع تحت طائلة القانون المصري، مرة مجني عليه ومرة متهم. مجني عليه طبقا لقانون الأحوال الشخصية اللي بيقول له طول فترة حضانة ولادك مالكش أي سلطة عليهم، لا تتدخل في تربيتهم ولا في تعليمهم ولا في تقويم سلوكهم ولا أي حاجة. أنت شكرا تدفع لهم نفقتهم كل شهر، وكل أسبوع تبقى تشوفهم ساعتين 3 في أي نادي. ده لو جم الرؤية يعني. بس قانون الطفل بيقول لك لا معلش، أنت أب، أنت الوالد طبيعي، أنت مسؤول قدامي لو حصل أي حاجة للطفل. يعني لو الطفل حصل له إهمال أو تعرض حياته للخطر بيتعمل جنحة لباباه. إهمال طفل أو تعريض حياة طفل للخطر، حد الأدنى للعقوبة 6 شهور. وأنا مالي لو تعرض حياته للخطر، أنا ما بشوفوش أصلا، حضرتك أنا زيك. فأنتي إيه رأيك أو أنت إيه رأيك؟ يعني المنطق بيقول إيه؟ البنت مع مين؟ مين اللي يبقى مسؤول عنها لو جرى لها حاجة؟ مين اللي يروح الاسم يطلب؟ بس القانون بيقول لك لا، الأب اللي هيجي. أنا مالي، مش أنت أبوها؟ روح حل مشكلتك مع قانون الأحوال الشخصية. كان عندي قضية نفس كده بالظبط، واتهم كان مطلق مراته وابنها عنده سنة، وبعد 13 سنة هو بيشوفش فيها ابنه، ما يعرفش شكله ايه اصلا، لان هي بلد بعيدة جدا وما بتنفذش الرؤية، مش عارف يوصل لها. الواد حصلت له مشكلة وبتاع، فالاسم بعت له وعملوا له محضر تعريض حياة طفل للخطر. حضرنا في الجنح المستأنف بعد ما خد 6 شهور وتأيدوا عليه في محكمة أول درجة، وشرحنا الوضع للرئيس وقدمنا له قسيمة الطلاق وقدمنا له أحكام النفقات وحكم الرؤية اللي ما بيتنفذش. طب أنا مالي؟ أنا ما بشوفش ابنه ولا أعرف عنه حاجة. لو حصلت له حاجة تسألوني عنه ليه؟ قانون الطفل يعاقبني أنا ليه؟ يعني أنا مجني عليا طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري، متهم طبقا لقانون الطفل، اللي المفروض الاتنين بيدوروا على مصلحة الطفل.